سؤال يطرح نفسه بقوة: لماذا تبدو بعض المجتمعات في الشرق الأوسط وكأنها تدور في حلقة مفرغة من القمع والركود؟ اليوم رح نتعمق في تحليل الكاتب ريبر هوبون اللي بيحاول يفكك جذور هذه المشكلة المعقدة ويكشف لنا عن دورة القمع الفكري وتأثيرها المدمر. نقطة الانطلاق اللي بيعتمد عليها ريبر هاب هي فكرة قد تبدو صادمة لكنها محورية جدا. الفكرة هي أن هناك صراع جوهري بين الفرد المبدع والمجتمع اللي يعيش فيه. هذه العلاقة الإشكالية زي ما بيوصفها هي حجر الأساس لكل شيء رح نتكلم عنه. طيب من وين تبدأ الكارثة بالضبط؟ حسب تحليل هوبون كل شيء يبدأ بخطوة واحدة، لما المجتمع يتخلى عن ألمع عقوله وأكثرهم جرأة، لما يهمشهم. هنا بالضبط في هذا التهميش تزرع أول بذرة للتدهور. وهذا التهميش مش مجرد قرار عابر أبداً، عواقبه وخيمة جداً. هو بيخلق فراغ فكري هائل، فراغ بتخنق فيه أصوات التقدم ويسود فيه الركود. وببساطة المجتمع بيفقد بوصلته الإبداعية والأخلاقية وتتوقف عملية تطويره بشكل كامل. حسناً، السؤال الآن هو: ما الذي يملأ هذا الفراغ لما يغيب الفكر النقدي؟ لما تصمت العقول الحرة والمبدعة، الساحة بتصير مفتوحة لقوى تانية، قوى ما يهمها الحقيقة بقدر ما تهمها السيطرة والهيمنة. وللسيطرة على العقول وتوجيه المجتمع بعيداً عن أي مسار تطور طبيعي، ريبر هوبون بيشوف إن في أداتين رئيسيتين يتم استخدامهم بفعالية مدمرة للأسف. وهنا الشيء المثير للاهتمام هو كيف تعمل هاتان القوتان معا: الدين الطائفي والقومية الشوفينية. كل واحدة منهم تقسم المجتمع وتخلق عقلية نحن مقابلهم. الهدف النهائي هو سحق أي فكر مستقل وتحويل الولاء الأعمى إلى فضيلة عليا. ونتيجة كل هذا القمع الفكري هي تحول جذري في عقلية المجتمع ككل. المجتمع لم يعد يفكر، بل أصبح ببساطة يطيع. شوفوا هذا التحول الهائل. على جهة عندنا صورة لمجتمع حيوي قائم على النقاش والفكر والمساهمة الفردية، وعلى الجهة الثانية النتيجة النهائية: مجتمع خاضع تماما تم فيه استبدال الحوار بالولاء الأعمى والفكر بالتبعية المطلقة. هذه هي الصفقة الخاسئة اللي يتكلم عنها الكاتب. ومع غياب التفكير النقدي، الناس بتبدأ تبحث عن منقذين بدل ما تبحث عن حلول حقيقية ومستدامة. الكل ينتظر بطل أسطوري يحل كل المشاكل بدل ما يشاركوا في بناء نظام قادر على حلها بنفسه. طيب كيف تجلت كل هذه العوامل على أرض الواقع؟ هنا يقدم لنا الكاتب ريبر هوبون دراسة حالة مؤلمة جدا، الربيع العربي، اللي كان بمثابة الاختبار الحقيقي لهذه النظرية بأكملها. اللي بدأ كصرخة أمل كبيرة من أجل الحرية تحول بحسب تحليل هوبون إلى كارثة. طيب ليش؟ لأن الضعف المجتمعي المتراكم على مدى عقود كان أعمق من أنه يسمح بنجاح هذه الحركات. كانت الأساسات هشة جدا وغير قادرة على حمل بناء ديمقراطي حقيقي. هذه الدورة تلخص المأساة بشكل دقيق. تبدأ بمطالب مشروعة بالتغيير، ثم تواجه بقمع وحشي، وتنتهي بتجديد أنظمة السيطرة القديمة ولكن بصورة أشد قسوة. والنتيجة النهائية أزمة أعمق وخوف مستمر. لم تكن دورة نحو التحرر، بل كانت حلقة مفرغة من الفشل. والنتيجة هي هذا المشهد العبثي: فراغ سياسي هائل. الشعب يصبح مجرد متفرج، بينما السلطة والمعارضة يتصارعون على الكرسي، ولا أحد منهم يمثل المصالح الحقيقية للناس. إنه صراع على الغنيمة وليس صراعا من أجل بناء مستقبل أفضل. وهذا يقودنا إلى النتيجة الأخيرة وربما الأكثر ضرراً على الإطلاق: مجتمع مشبع بالخوف، مجتمع يصبح فيه الخوف هو الهواء الذي يتنفسه الجميع. هنا نصل إلى المعادلة النهائية في تحليل روبرت هوبون، وهي علاقة مباشرة ومؤلمة. كلما زاد القمع زاد الخوف. هي علاقة سببية تبدو بسيطة في صياغتها، لكنها مأساوية جدا في نتائجها على المجتمع بأكمله. والأمر الأخطر هو أن هذا الخوف ليس فقط خوف المظلومين من الظالم، بل هو أيضا خوف الحاكم من فقدان سلطته. وهذا يخلق حلقة مفرغة تغذي نفسها باستمرار. كل طرف يخاف من الطرف الآخر. هذا هو الفخ النهائي الذي يقع فيه المجتمع، حالة من الشلل التام يسببها الخوف، شلل يمنع أي إمكانية للتغيير الإيجابية. التفكير في المستقبل نفسه يصبح نوعا من الترف الذي لا يمكن تحمله. وفي النهاية يتركنا تحليل ريبر هوبون مع هذا السؤال الجوهري والملح:
إذا كان الخوف هو السجن اللي بيحبس الحاكم والمحكوم معا في نفس الزنزانة، فكيف يمكن كسر هذه الحلقة؟ كيف يمكن لمجتمع غارق في هذا الظلام أن يجد طريقه نحو النور؟ سؤال يبقى مفتوحا للتفكير. أهلا بكم في هذا التحليل. اليوم نناقش مقتطفاً للكاتب ريبر هابون من كتابه الحب وجود والوجود معرفة، والذي يستكشف التداعيات النفسية والمجتمعية للاستبداد على بنية العقل. لندخل مباشرة في صلب الموضوع. السمة الأبرز التي تحتاج إلى مراجعة فورية في هذا النص تتعلق بهيكلية الجمل وتدفق الأفكار. المشكلة الواضحة هنا هي أن الجمل الطويلة والمكدسة بالأفكار تثقل كاهل القارئ وتشتت انتباهه تماماً عن الجوهر الفلسفي الذي يحاول الكاتب إيصاله. أرى ذلك بوضوح. يعني الكاتب يحشد مفاهيم ضخمة ومعقدة مثل علاقة الفرد بالمجتمع، التهميش التاريخي للمبدعين، وتقديس الشخصيات الأبوية أيضاً. نعم، والبعد الطائفي للدين، كل هذا داخل الجملة واحدة متصلة تكاد لا تنتهي أبداً. صحيح. نحن نقرأ عن العقل المعرفي ثم فجأة ننتقل إلى الفكر الغيبي في نفس السطر دون أي محطة توقف. نقطة الضعف الأساسية تتلخص في أن هذه الكثافة المفرطة تخلق كتلة نصية صماء. هذا يجعل من الصعب على القارئ الالتقاط أنفاسه أو حتى استيعاب الفكرة الأولى قبل أن تنهال عليه الفكرة التي تليها مباشرة. بالضبط. قراءة هذا المقطع بشكله الحالي تشبه إلى حد كبير محاولة الشرب من خرطوم إطفاء الحرائق. تشبيه ممتاز ومضحك بصراحة. يعني الماء هنا والذي يمثل الأفكار الفلسفية للكاتب نقي وقيم للغاية، لكن قوة الضغط وغزارة التدفق تمنعك من الارتواء الحقيقي وتجعلك تغرق في تفاصيل متلاحقة دون القدرة على استيعابها. عندما يقرأ الشخص نصاً فإن دماغه يحتاج إلى جزء من الثانية ليعالج المفهوم المطروح، ليقارنه بما يعرفه، ثم ليخزنه كمعلومة يبني عليها ما سيأتي لاحقاً. لكن دعني أسألك، ولنلعب دور محامي الشيطان قليلاً. أليست الكتابة الفلسفية والتحليل المعرفي بطبيعتهما معقدين؟ إلى حد ما نعم. ألا يفترض بالنصوص التي تلاطش الفكر الغيبي وقمع السلطة أن تكون ثقيلة الوزن؟ أخشى أنه إذا قمنا بتفكيك هذه الجمل قد تفقد وزنها الأكاديمي أو تبدو مبسطة أكثر من اللازم. هذا افتراض شائع ولكنه غير دقيق إطلاقاً. الفلسفة العميقة لا تعني بالضرورة التعقيد اللغوي أو إرهاق القارئ. في الواقع أعظم النصوص الفلسفية هي تلك التي تستطيع إيصال أفكار مركبة بوضوح. فهمت قصدك. عندما يواجه دماغ القارئ 5 مفاهيم سياسية واجتماعية كبرى متتابعة في جملة واحدة دون أي فاصل زمني أو هيكلي، يحدث ما يعرف بالعبء المعرفي الزائد. العبء المعرفي الزائد. نعم، القارئ ينسى الفكرة الأولى أو المقدمة المنطقية بمجرد وصوله إلى منتصف الجملة، وبالتالي يفقد الرابط بين السبب والنتيجة. هذا منطقي جدا. إذن المقترح العملي هنا هو تفكيك هذه الجمل المركبة إلى وحدات فكرية أصغر وأكثر تركيزا، صحيح؟ صحيح تماما. يجب أن تمنح كل فكرة رئيسية مساحتها الخاصة للاكتمال والتبلور قبل الانتقال إلى النتيجة أو الفكرة المترتبة عليها. هذا يخلق تدرجا منطقيا مريحا. وكيف يمكننا تطبيق ذلك على النص الفعلي؟ لنجرب إعطاء مثال ملموس ليتضح الأمر أكثر. حسناً، لنأخذ مثالاً من الفقرة الأولى. الكاتب يدمج فكرة تهميش الفرد المبدع مع سيطرة الفكر الغيبي ومع إخصاء الحياة الديمقراطية، وكل ذلك في جملة واحدة ممتدة. جملة واحدة طويلة جدا. نعم، بدلاً من هذا الدمج المرهق يمكن إنهاء الجملة الأولى عند فكرة التهميش والصراع النفسي للمبدعين مع أقرانهم ومجتمعاتهم. هنا نضع نقطة حاسمة. انتهت الفكرة الأولى. ممتاز. وبعد تلك النقطة يبدأ المتلقي بهضم فكرة التهميش. ثم ماذا؟ ثم نبدأ بجملة جديدة ومستقلة تشرح بوضوح كيف أدى هذا الفراغ الناتج عن التهميش إلى صعود الفكر الغيبي وتنامي الولاء للقادة أو الشخصيات الأبوية.
إذا نحن لم نلغي أي فكرة من أفكار الكاتب الأساسية. أبداً، ولم نبسطها حتى، بل قمنا، دعنا نقول، بهندسة المساحة بينها. علامات الترقيم في النصوص الفلسفية ليست مجرد زينة نحوية، هي إشارات مرور توجه عقل القارئ متى يتوقف ومتى يربط الأفكار ببعضها. بمجرد أن نفكك هذه الجمل ونمنحها مساحة للتنفس، سنتمكن من رؤية الادعاءات التي يطرحها النص بوضوح أكبر. وهذا الانكشاف للادعاءات يقودنا إلى مسألة شمولية النص ودعم الحجج. بالضبط. غياب الشواهد الملموسة والأمثلة الواقعية يمثل تحدياً كبيراً آخر يضعف من مصداقية النص. نقطة الضعف هنا تظهر بجلاء عندما يطلق النص أحكاماً تاريخية ومجتمعية مطلقة دون توفير شواهد ملموسة أو أمثلة تدعم هذا الطرح الشامل. يعني الكاتب يطرح استنتاجات كبرى جداً. كان يصف ما يعرف بالربيع العربي بأنه محض إعادة لإنتاج قيم الوحشية والبربرية بصورة حديثة، أو عندما يؤكد بشكل حاسم أن كافة المعارضات تصطف إلى جانب أعداء الحكم وتتنافس فقط على الولاء الإقليمي والمصالح الضيقة. هذه ادعاءات ضخمة جداً، ولكن دعني أقف هنا للحظة وأتساءل. كتاب الحب وجود والوجود معرفة للكاتب ريبر هاب يبدو من عنوانه ومضمونه كعمل تنظيري يعالج سيكولوجية المجتمع في الشرق الأوسط. نعم. إذا كان الهدف هو تقديم تحليل فلسفي وبناء إطار مفاهيمي وليس كتابة سردية تاريخية توثيقية، فهل الكاتب ملزم حقاً بتقديم أمثلة ملموسة؟ ألا تكفي الرؤية المجردة لتشخيص العلة العميقة في بنية العقل المعرفي؟ هذا تساؤل مشروع جداً، وهناك خيط رفيع بالفعل بين الفلسفة والتاريخ. لكن الفلسفة السياسية والاجتماعية لا تحلق في فراغ تام، هي تستمد شرعيتها وقوتها الإقناعية من قدرتها على تفسير الواقع المعاش. بمعنى أنها يجب أن تلمس الأرض في مرحلة ما. بالضبط. عندما تبقي ادعاءات ضخمة جدا في حيز التجريد الفلسفي العالي دون أي مرساة في الواقع، فإنها ستبدو كآراء انطباعية شخصية غير مدعمة. كأنها مجرد رأي الكاتب الخاص. نعم. القارئ المعاصر، وخاصة ذلك المهتم بشؤون الشرق الأوسط، يمتلك ذاكرة مليئة بالأحداث الدامية والتحولات السياسية المعقدة. إذا لم تقدم له دليلاً ملموساً يربط نظريتك بما يعرفه ويراه، فقد يميل إلى التشكيك في دقة طرحك وموضوعيته. بل وقد يفترض أنك تتجاهل الواقع لتمرير فكرة مسبقة الصنع. إذن غياب الأمثلة لا يجعل النص أكثر تجريداً ورقياً كما قد يظن البعض، بل يجعله عرضة للرفض من قبل القارئ المطلع، الذي قد يمتلك سردية مغايرة تماماً عن تلك الأحداث. 100%. المقترح لمعالجة هذا القصور هو إرساء هذه الادعاءات النظرية المجردة على أرض الواقع عبر دمج أمثلة تاريخية أو سياسية أو اجتماعية محددة وموجزة. موجزة، هذه الكلمة مفتاحية هنا. نعم، نحن لا نطلب إثقال النص بتواريخ وأسماء وإحصائيات تحوله إلى تقرير إخباري جاف، بل نطلب إشارات ذكية ومركزة تحول الفكرة من مجرد حكم مطلق إلى تحليل معرفي رصين ومقنع. لنتحدث عن كيفية تطبيق ذلك عملياً على نص الكاتب ريبر هوبون عندما يتحدث عن التداعيات المدمرة للربيع العربي، ويذكر تصدير الرعب والأزمات الاقتصادية الخانقة والهجرات المتلاحقة. كيف يمكنه دعم ذلك بفاعلية دون الإطالة؟ بدلاً من ترك العبارة مفتوحة وقابلة للتأويل، يمكنه الإشارة بكلمات معدودة جداً إلى ظاهرة محددة لتثبيت الفكرة. مثل ماذا؟ على سبيل المثال، يمكن الإشارة السريعة إلى ظاهرة الاعتماد المنهجي على تمويل الميليشيات بالوكالة في دول محددة، أو الانهيار المروع للبنية التحتية وفقدان مؤسسات الدولة لسيادتها كنموذج يبرهن على هذا التحول التدميري. هذه الإشارة الخاطفة تخبر القارئ: أنا لا أطلق أحكاماً في الهواء، بل أستند إلى وقائع ملموسة أفرزت هذا التشوه في العقل المعرفي. تماماً. هذا يعطي وزناً حقيقياً للفلسفة التي يطرحها. هذه الحاجة الملحة للأدلة وربط الأفكار بالواقع تقودنا بالضرورة إلى التدقيق في نبرة وأسلوب النص. النبرة الحتمية المغنقة التي قدمت بها تلك الأفكار تتجاهل الفروق الدقيقة تماماً. النبرة في هذا المقتطف تمثل تحدياً حقيقياً بحد ذاتها.
نقطة الضعف هنا تتلخص في استخدام لغة التعميم القاطع والتشاؤم المطلق. نعم، نحن نقرأ مصطلحات مثل تغييب الفكر المعرفي كلياً، أو لا نجد سلطة شرعية ولا معارضة شرعية. هذه الكلمات ترسم صورة أحادية اللون بالكامل. هي تخلق مساحة مغلقة لا تسمح بدخول أي ضوء أو استثناء. من الواضح أن النص كتب بدافع الغضب المعرفي والرفض القاطع لواقع الاستبداد، وهذا دافع مفهوم تماماً بالنظر إلى تاريخ المنطقة المرير. أكيد، الدوافع النبيلة مفهومة، لكنها لا تبرر بالضرورة الأدوات غير الدقيقة في الكتابة الفكرية. هذا الحسم المبالغ فيه يلغي أي مساحة للتعقيدات المجتمعية الطبيعية. كيف ذلك؟ يعني لا يوجد مجتمع يلغى فيه العقل البشري كلياً، حتى في أشد الأنظمة الشمولية قتامة عبر التاريخ. استخدام هذا النوع من التعميم يهمش بقصد أو بدون قصد أي محاولات فردية أو جماعية حقيقية قاومت هذا القمع عبر الزمن. وهذا يجعل النص يبدو متصلباً وغير منفتح على ديناميكيات الصراع المستمر بين السلطة والمجتمع. صحيح. الغريب في الأمر هو وجود مفارقة صارخة هنا. يعني الكاتب ريبر هوبو يمارس التفكير المعرفي الناقد والمتمرد بكتابته لهذا النص وبنشره لكتاب الحب وجود والوجود معرفة. من الأساس، يا إلهي نعم. أليس هذا دليلاً حياً وملموساً على أن الفكر المعرفي لم يغيب كلياً؟ كيف يمكن للكاتب أن يعكس وجوده هو نفسه وقدرته على التحليل العميق والرفض الواعي داخل هذا المجتمع الذي يصفه بالخضوع التام والتغييب الكامل للعقل؟ هذه مفارقة كاشفة وذكية جدا، وهي تلخص المشكلة بدقة متناهية. عندما تدعي أن الظلام مطلق كليا، فإن مجرد إيقادك لعود ثقاب يكذب ادعاءك. بالضبط. الكاتب هنا بمجرد ممارسته لفعل الكتابة النقدية ينفي فرضيته حول الغياب التام للعقل المعرفي. الأسوأ من ذلك، دعيني أقول أن هذه النبرة حتمية رغم أنها تبدو معارضة للأنظمة القمعية، إلا أنها تخدم سرديتها الأساسية. كيف تخدم الأنظمة القمعية؟ الأنظمة القمعية تريد للمجتمع أن يصدق أن سيطرتها مطلقة، وأن العقل قد هزم نهائياً ولا أمل في المقاومة. تبني هذه النبرة المطلقة في النقد يبدو كاستسلام كامل لتلك السردية ذاتها. واو، هذه نقطة عميقة جداً. إذن لتجاوز هذا الفخ، المقترح هو تطعيم لغة النص ببعض المساحات التي تعترف بالتعقيد أو الاستثناءات المحدودة. نعم، نحن بحاجة إلى تخفيف حدة النبرة الحتمية المطلقة لإضفاء دقة أكاديمية وواقعية أكبر على التحليل. الكاتب ليس مضطراً للتخلي عن نقده اللاذع للاستبداد أبداً، بل عليه توجيهه بدقة أكثر. تحويل النبرة من مصطلحات مثل الغياب التام إلى مفاهيم تعكس الفروق الدقيقة سيعكس فهماً أعمق وأكثر نضجاً لآليات عمل السلطة، وسيحترم في الوقت ذاته وجود عقول معرفية تحاول النجاة ومقاومة هذا الطغيان. لنجعل هذا الأمر قابلاً للتطبيق المباشر، في الفقرة الأخيرة التي تناقش سيطرة الخوف على كافة شرائح المجتمع وانعكاساته السيكولوجية العميقة، كيف يمكن للكاتب إعادة صياغتها لتلائم هذه الرؤية الأكثر دقة؟ العملية أبسط مما تبدو. يمكن للكاتب أن يضيف إشارة عابرة إلى أن هذا الخوف رغم شموله واتساع رقعته لم يمنع بالكامل من ظهور ومضات معرفية أو محاولات مقاومة شجاعة، إلا أن السلطة سرعان ما تعمل على ابتلاعها أو تفريغها من محتواها. هذا تغيير بسيط ولكنه جوهري. ومثال آخر أكثر بساطة، مجرد استبدال كلمة كلياً في النص بكلمة بشكل ممنهج يغير المعنى تماماً ويحميه من التناقض الذاتي. بشكل ممنهج؟ نعم، القول بأن العقل المعرفي يتم تغييبه بشكل ممنهج من قبل السلطة هو توصيف دقيق للواقع، ويقر بوجود هذا العقل، ولكن تحت وطأة استهداف مستمر. هذه التعديلات الطفيفة في استخدام الكلمات لا تقلل إطلاقاً من حدة النقد الموجه لآلة الاستبداد، بل ربما تجعله أكثر واقعية لأنها تعترف بوجود حراك وصراع مستمر. بالتأكيد. إعطاء القارئ مساحة لرؤية هذا الصراع أفضل بكثير من إلقائه في ظلام عدمي يقول إن العقل قد مات وانتهى الأمر.
الفلسفة التحليلية الناجحة، خاصة في السياقات المعقدة كالشرق الأوسط، هي التي تفتح أبواباً للتفكير والتأمل في المساحات الرمادية ولا تغلقها بأحكام حتمية ونهائية. التخفيف من النبرة المطلقة هو علامة على النضج الفكري والثقة في قوة الحجة المطروحة. أوافقك الرأي تماماً. حسناً، في الختام، ركزت اقتراحاتنا لتطوير هذا النص على 3 محاور رئيسية. أولاً، تفكيك الجمل الطويلة والمكدسة بالأفكار لمنح القارئ مساحة للتنفس وتتبع التسلسل المنطقي للحجج دون الشعور بعبء معرفي زائد. وثانياً، دعم الأحكام التاريخية والمجتمعية الكبرى بأمثلة واقعية ملموسة لترسيخ مصداقية النص وحمايته من الانطباعية المجردة. وأخيراً، تخفيف حدة النبرة الحتمية والتشاؤمية المطلقة عبر إتاحة مساحة للفروق الدقيقة التي تعترف بوجود مقاومة فكرية ومميض معرفي وتستبدل التعميمات بعبارات أكثر دقة وموضوعية. تعديلات ستنقل النص إلى مستوى أعلى بلا شك. ندعو الكاتب وكل من يعمل على نصوص مشابهة إلى تطبيق هذه المقترحات، ويسعدنا جداً أن تشاركنا النسخ المنقح في المستقبل لمواصلة هذا الحوار. شكراً لاستماعكم.